السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة حلويات ووصفات آسف. وصفتنا لنهار اليوم تختلات بعجينة بزاف بنينة، والكريمة راح تجي خفيفة وبنتها هايلة. هاد لي تختلات راح يكونوا بالفواكه، وصفة سهلة وبسيطة وتوالم السهرات الرمضانية. نمر مباشرة نتعرفوا على مقادير الوصفة وطريقة تحضيرها. أول حاجة نخدم العجينة، وفي العجينة نحتاجو 400 غرام تاع فرينة اللي كنت مغربلتها مسبقا، 200 غرام تاع زبدة، نديرو شوية تاع ملح، عندنا 100 غرام تاع سكر كلاصي، وصفار بيضة فقط نفس الصفران البياض، وكاس تاع حليب. نحاولو ندخلو بيدينا كامل هذوك الفرينة أو المقادير اللي كنا ضفناهم الناشفة في الزبدة، نبسوها مليح مليح، يعني حتى تدخل لنا ذيك الفرينة في الزبدة كما راكم تشوفوا الشكل هنايا. نروحو مباشرة نفصلو الصفار عن البياض، نحطو فقط صفار بيضة يعني متكثروش البيض، ونجمع الخليط تاعنا بالحليب. هنا الحليب راه بارد، نضيفو غير بشوية حتى وين تلمنا العجينة تاعنا. نلم العجينة تاعنا كما راكم تشوفوا، يعني انا هذه هي الطريقة اللي نستخدمها. بعد ما لميت العجينة كما راكم تشوفوا لهنا، نروحوا على طاولة العمل، يعني ندلكوها غير شوية قيس ما يذوبونا هذوك الحبيبات تاع الزبدة اللي كانوا باقين، باش نتأكدوا انه الزبدة راه عفوا الزبدة راهي ذابت كامل في العجينة. نجيبوا هذا ليمول تاع لي تارتولات كما راكم تشوفوا، عندي زوج احجام، يعني حجم شوية كبير وحجم صغير. ندو قطعة، نشد قطعة ونضغط عليها غير بيدي ونبدأ نمشي في العجينة. هنا نستعملوا هذه الطريقة اللي راهي سهلة، أفضل من أنك تحكمي العجينة تفتحيها بالحلال، من بعد راح تنشف معك وينشفولها كامل هذوك الدهون وما راحش تجيك مليحة. يعني نمشيوها لهنايا خاصة في الوسط تضغطوا بزاف باش من بعد ما طلعلكمش العجينة ويخسر لكم الشكل تاعها. نمشيوها كامل على هذا المول، وهذوك الأطراف الزائدة يعني غير بواسطة سكين نقصوهم. هنا طريقة راهي سهلة وما راح تشد لكم يديكم كما الطريقة المعتادة تاع نفتحو العجينة بالحلال. نزيد حبة أخرى، يعني كما قلت لكم هنايا عندي استعملت زوج ليمول، واحد صغير وواحد كبير، يعني بنفس الطريقة نكملو كامل الحبات تاوعنا. كما قلت لكم الطريقة هذه بزاف سهلة، يعني ما راح تشد لكم يديكم. هنا نقصوا هذه الجوانب، من بعد نروحو نجيبو فرشيطة ونثقبوهم من وسط، يعني ما ديروش لي تختلات تاوعكم يطيبوا قبل ما تثقبوهم من وسط. نثقبوهم من بعد نحطهم في الثلاجة حوالي 10 دقائق ولا 15 دقيقة، يعني أنا حطيتهم في المجمد حوالي 10 دقائق قبل ما نديرهم في الفرن. نحطوهم في الثلاجة في المجمد عفوا، من بعد نديرهم يطيبوا على على حرارة 180 درجة. ونروحو لتحضير الكريمة. هنا عندي كريم باتيسير فقط اللي راح نديرها، عندي نص لتر تاع حليب، عندي بياض البيضة اللي كنت ضفتها مسبقا، وعندي بيضة أخرى، تقدروا تستعملوا زوج بيضات، وعندي زوج مغارف تاع مايزينا، ونص كاس تاع سكر فقط. يعني هذا واش نحتاجو في كريم باتيسير. والحاجة اللي أنا توجور نديرها ما نتخلاش عليها هي لاغوم تاع اللوز، يعني تقدروا ديروا أي لافانيا عندكم، ولكن أنا نحب لاغوم تاع اللوز، يعني راح تعطيكم واحد النكهة الكريم باتيسير هايلة. نديرو هنايا كما قلت لكم زوج مغارف معمرين تاع المايزينا أو النشا، نخلطوهم مليح قيس ما يدخلون هذوك المكونات في الحليب ونضيفوه على النار،
يعني نار تكون متوسطة مع التحريك المستمر حتى وين يعقد لنا هذا الخليط. هنا نتحصلوا على قوام كثيف، كي يولي ثقيل تقدروا تطفوا عليها، يعني راهو موضح في الشكل أو في الفيديو. مباشرة بعد ما نطفوا على كريم باتيير نروحو نديروها في طبسي ونحطوها تبرد في الثلاجة، بيان سور نغطوها من الفوق ونخلوها تبرد. فرغتها كامل في هذا الطبسي وخلوها تبرد في الثلاجة حتى وين تتماسك. هنا بعد ما بردت لنا نجيبو غيسيبي ونحطوها فيه ونضربوها غير شوية بالباتور فقط. يعني تقدروا تستعملوا ثاني الفوي، مش لازم غير بالباتور، اللي ما عندهاش باتور غير بالفوي فقط. نضربوها غير شوية، من بعد نروحوا لي تختلات تاعنا نعمروهم. هنا لي تختلات كانت جاتني حوالي 26 حبة، يعني الكمية تاع الفرينة 400 غرام تاع فرينة تعطيكم 26 حبة تاع تختلات، يعني كمية بزاف هايلة. الفواكه اللي استعملت عفوا نجيبو لي تختلات تاعنا نعمروهم بالكريمة. والتزيين اللي هنايا كنت استعملت تفاح والبنان والفخاز. وبلا ما نساو يعني رانا في موسم تاع الرمان، كنت درت ثاني الرمان ودرت حبيبات تاع الكرز والكرز المجفف حب الملوك. بون هنايا بعد ما عمرتهم كما راكم تشوفوا فيهم، يعني طريقة بزاف سهلة، ما حبيتش نصعبها عليكم، جيبوا غير مغرف وعمروهم فقط. هنا نمروا لمرحلة التزيين، يعني الفواكه اختيارية، انا هذا واش كان متوفر عندي راني درتهم، يعني التزيين هنا يبقى اختياركم طبعا. نزينوهم كامل من فوق بالفواكه. هنا ما كانش متوفر عندي العسل ولا لاجولي باش ما يكحلكمش البنان والتفاح تاعكم، الفواكه تاعنا نطلوهم من فوق بلاجولي ولا العسل ولا الجلوكوز، يعني اللي كان متوفر عندكم في البيت ديروه، يعني يعطينا هذاك البريق للفواكه تاعنا في نفس الوقت البنان تاعنا والتفاح ما راحش يكحل معكم. هذا هو الشكل النهائي تاع لي تختلات تاع الوصفة تاعنا تاع اليوم. ما تنساوش انكم ديروا لي لايك وديروا لي ابوني لقناتي في اليوتيوب حلويات ووصفات آسف. نضرب لكم موعد اخر ان شاء الله بوصفات جديدة، ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة. ما تنساوش انكم تجربوها والى اللقاء.